السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحبائي الكرام، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا بكم في حلقة جديدة من خرافات الأنف والأذن والحنجرة. النهاردة مع خرافة جديدة من أكبر الخرافات في تاريخ الجموع البشرية، خرافة إن أي صداع في الراس سببه الجيوب الأنفية. متخيل إن الخرافة دي مش موجودة في مصر بس ولا الدول العربية بس، ده كمان في أمريكا. متخيل ان في احصائيه بتقول تبع الجمعيه الامريكيه للجيوب الانفيه او بالانف واذن والحنجره ان 80 ل 90% من الناس اللي بتشكي من صداع معتقده ان ده بسبب الجيوب الانفيه، لكن للاسف هو مش الجيوب الانفيه. انت عارف ان اكبر صداع، نسبه صداع موجوده عند البشر او عموما هنا في مصر، غالبا الصداع بيكون سببه الصداع النصفي او التوتري. متخيل ان صداع الجيوب الانفيه 10% فقط لا غير من نسبه الاعراض اللي بتسبب الصداع. متخيل ان اسباب الصداع لو حبينا نعد مع بعض شويه منهم هنلاقي ان صداع الجيوب الانفيه في الاخر. متخيل ان احنا لو بدانا باشهر اسباب الصداع هنلاقي الصداع ممكن يكون الصداع التوتري، الصداع النصفي، ممكن يكون بسبب العيون، ممكن يكون بسبب الاسنان، ممكن يكون بسبب مشاكل فقرات الرقبه، ممكن يكون بسبب الضغط، ممكن يكون بسبب الامساك، ممكن يكون بسبب الجفاف، ممكن يكون بسبب مشاكل زي ادويه بترفع الضغط زي الكورتيزون والحاجات ديت، ممكن يكون بسبب مشاكل لا قدر الله زي الاورام او مشاكل المخ عموما كلها. متخيل ان الاسباب دي اشهر كتير قوي. طبعا الاورام والحاجات دي هي في نسبه قليله طبعا، بس احنا بنعدها ضمن الاسباب اللي هي ممكن تعمل صداع. فمش كل صداع بيجي للشخص زي ما المعتقد الشائع ان الصداع ده سببه الجيوب الانفيه. طب ايه هو صداع الجيوب الانفيه؟ صداع الجيوب الانفيه هو عباره عن الانسان بيحس بضغط حوالين العينين، وجع موجود في الجيوب الانفيه اللي هي اللي حوالين تحت العين دول واعلى، بيزيد مع الانحناء للامام زي الركوع او الصلاه. بيزيد اكتر الصبح وبيقل بالتدريج على اخر اليوم. بيبقى مصاحب دايما معاه شويه اعراض، منها سيلان من الانف، منها افرازات موجوده من الانف لونها اصفر او اخضر لو في التهاب كتير، وممكن يبقى ميه لو في حساسيه في الجيوب الانفيه او انسداد دائم في الانف. فاما بالنسبه للصداع اللي هو النصف الشهير، فالصداع النصفي ده عباره عن صداع الم نبضي بيبقى موجود في العين بياخد نص الراس، ممكن يكون معاه سيلان من الانف، ممكن يكون معاه حساسيه للضوء، ممكن يكون معاه مشاكل تانية بالنسبه للصداع النصفي زي الاحساس بالغثيان. ان الوجع بتاع الصداع النصفي دايما بيبقى اكتر من 4 ساعات وبيتعارض مع الحياه اليوميه، يعني المريض اللي بيجيله الصداع النصفي ما بيقدرش يمارس حياته اليوميه. فخلاصة الكلام احنا نطلع من الوقت ده كده ان مش اي صداع لازم يكون جيوب انفية، بالعكس، ده الجيوب الانفية دايما بيبقى معاها اعراض، لكن الالم والكلام ده كله لازم تتفحص كويس، لانه غالبا الصداع في الاغلبية ما بيكونش الجيوب الانفية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما تنسوش تشتركوا معنا في القناة وتفعلوا الجرس عشان يوصلكوا كل جديد. لا تنسى تعمل لايك وتشترك بالقناة وتفعيل الجرس ليصلك كل جديد.